بكم. استحوذت المباراة أمس بين المنتخبين الإماراتي والسعودي ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم على تويتر البلدين، ليطلق المغردون الإماراتيون تغريدة التهاني لأشقائهم السعوديين، داعين إلى البحث في أهم أسباب خسارة منتخبهم، معتبرين أن ضعف الخطة وعدم توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح كان سبباً واضحاً، مطالبين عبر هاشتاغ بإقالة مدرب المنتخب مهدي علي، مقترحين المدرب كوزمين كاسم بديل، فيما أشار آخرون إلى أن مسؤولية الخسارة تقع على كاهل اللاعبين أيضاً. وإلى تويتر العربي، المغردون في مصر والسعودية يستنكرون ما كتبته بعض الأقلام حول اختلاف وجهة نظر البلدين من التصويت للمشروع الروسي في مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية وقضية النفط بين البلدين، معتبرين أن تصريحات الإعلاميين لا تمثل الشعب أو الحكومة، محذرين من أصوات الفتنة، مطلقين هاشتاغ عاشت مصر والسعودية. وفي تويتر الخليجي، تداول واسع ظهر اليوم لخبر توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بنقل الحوثيين من جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء للعلاج خارج اليمن في موقف إنساني. أكد المغردون أنه غير مستغرب من المملكة العربية السعودية. من جانب آخر، احتفل المغردون بأحدث انتصارات قوات الشرعية اليمنية على الحوثي بتحرير منفذ البقع الحدودي الواقع في محافظة الصعدة معقل الحوثيين، مطلقين هاشتاغ بعنوان تحرير منفذ البقع الحدودي. وأخيراً إلى هاشتاغ اجتماعي طريف يكشف فيه المغردون عن أنواع الفوبيا التي يعانون منها، ليكتب مغردون عن أغرب أنواع الفوبيا مثل فوبيا الأكلات ذات اللون الأخضر، وفوبيا المهرج، وفوبيا النظر إلى العيون. أما أكثرها غرابة كان الفوبيا من المكياج، والكثير من التعليقات الطريفة. فوبيا عندك من؟ يقولون اللي خاف من الشيء يجيه. أنا عندي فوبيا وأكره $10 ملايين والسفر.